لكن انا بحب اعمل حاجه في الفيديو نفسه عشان يبقى شكله احلى. يعني الفيديو هروح على قائمه افكت برضو، هجيب بلاك اند وايت واسحبها على الفيديو نفسه عشان يبقى الفيديو ابيض واسود ما فيهوش الوان، بحيث تلفت نظر المشاهد للجزئيه دي من حيث الصوت والصوره مع بعض. في اوفرلاي او في فيديو كده التاثير اللي هو النغبشه كده، او كان يحسسك ان الفيديو كده قديم عتيق كده من ايام الزمن القديم، في تقطيع وحاجات بيضه كده بتظهر وتختفي. وتعالى اوريكم انا بعمله ازاي. هسحبه على التايم لاين كده، حطه فوق الفيديو، علمه، دوس كنترول ال عشان يفصل لي الصوت عن الصوره، واشيل تراك الصوت بتاعه، واقف على الفيديو بتاعي، هكبر السكيل بتاعه شويه عشان يبقى قد الفيديو بتاعي اللي انا شغال عليه كده مناسب، واروح على البلند مود بتاعه واختار سكرين، واروح اخر الفيديو بتاعي واعمل كت واشيل باقي، فيبقى الافكت بتاعي كله كده من حيث الصوت والصوره اهو. اسهل طريقه لظبط الاكسبوجر دي طريقتي انا بحب اغير في تراك الصوت، احط عليه تاثير الديلاي، واغير في الفيديو اخليه بلاك اند وايت، واحط الاوفرلاي دي عشان يبقى شكله احلى ويلفت نظر المشاهد اكتر. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير، الاشتراك في القناة وتفعيل زرار الجرس عشان يوصل لك كل جديد. والى هنا اعزائي المليونير، لقد انتهت جرعة دوبامين تعلم لهذا اليوم، انتظركم في جرعة اخرى، الى اللقاء.